انه في مباراة اليوم لم يقدم منتخبنا المستوى المعمول، لكن ليس بهذه الشكل وليس بهذا الاسلوب اللي حنا ما نقره تماما. احنا سمحنا لكم بالنقل هذا في البناء، لكن ما بهذا الاسلوب اللي غير طبيعي. قاعدين هنا تتمهزون ولا تقولون هالكلام الغير طبيعي. عاطبي فيصل ابو اثنين. تفضل طال عمرك. وش الكلام اللي تقول فيه شرها وما شرها والامور هذه كلها؟ انتم ما تقيمون انفسكم، انت ما تقيم نفسك انت ولا غيرك. احنا نشتغل ليل نهار وانت قاعد تبربر في التلفزيون، ما تحفظون انفسكم ولا تحفظون قيمتكم، تقعدون تهينون هالناس بهالشكل الغير معقول. هذا مرفوض ثم مرفوض ثم مرفوض. عليكم الالتزام بالاخلاق السعوديه. يا سمو الامير قدام التلفزيون ولا مع مقدم برنامج يعطيك اللي تبي. لا اريد تكرار هذا الحكي، تبي تنقد فنيا اهلا وسهلا. احنا نقدنا فني يا سمو الامير. نفسك من الكلام الفاضي. احنا نقدنا فني يا سمو الامير. لا غير فني، وش تقول هذا؟ لا نقدنا فني يا سمو الامير. وبعدين انت تتحدث عن دوله يا ابني. الله يحييك، احنا نتحدث عن دوله وانت المسؤول الاول عن قطاع الرياضه. يعني انت المسؤول الاول عن الرياضه. تتكلم زين عن الرياضه. احنا نتكلم عن الرياضه بشكل زين طال عمرك. لا ما هو بشكل انتم الان خذيتوا مجال اكثر من مجالكم. وش هو المجال اللي خذيناه؟ خذيتوا باشكال غريبه عجيبه، ترى انا تحملتكم الشيء الكثير. عليكم ضبط النفس وعليكم بالادب يا سمو الامير، وعليكم بحسن الاخلاق. كان ما تربيتوا احنا نربيكم. لا والله الحمد احنا متربين يا سمو الامير، ونعرف حدودنا ونعرف اخرتنا. احنا طبعا انت سمو الامير انت المسؤول على اول الرياضه. نعم مسؤول عن اول. احنا نشتغل ليل نهار. يفترض ما عارفين مقدرين عملكم يا سمو الامير، ما حد قال شيء بعملكم. بالاضافه لا تقول لي ولا ينتقص من عملكم يا سمو الامير. ولكن الوسط الرياضي عندنا يا مسلم. ولكن الوسط الرياضي يا سمو الامير، الوسط الرياضي يا سمو الامير، سمو الامير، سمو الامير الوسط الرياضي يتقبل اراء مختلفه. نشكر سمو الامير سلطان بن فهد، جهودكم واضحه سمو الامير وما تقدمونه من عمل واضح وبين على المستوى المحلي وكذلك على مستوى المنتخبات تحديدا. تفضل علي. طبعا نشكر سمو الامير، وهذا نقد طبعا من الرئيس العام رعايه الشباب على الراس والعين. لكن انا بالنسبه لي انا اقول لك شخصيا، انا تكلمت عن امور فنيه في وجهه نظري ان المنتخب، وما زلت عند وجهه نظري ان المنتخب ما قدم. انا من امور فنيه فقط اتكلم عن امور فنيه حصلت بالفريق. المنتخب السعودي لم يكن مقنع فنيا. انا احب اعلق على نقطه. يعني سمو الامير واضح انه يعني زعلان ومعصب، ونقلت له الصوره الحقيقه بشكل خاطئ يعني عن ما تحدثنا فيه. احنا الكلام الجزئيات اللي تحدثنا فيها كان عن جمله او تحدث بشكل عام يعني، لكن كنا نتمنى سمو الامير انه يتقبل بصدر رحب النقد، لان الوسط الرياضي تختلف وجهات النظر فيه، في المؤيده في المعارضه يعني. ولكن كل التقدير والاحترام لسمو الرئيس العام، وهو يمثل حكومتنا، حكومه خادم الحرمين الشريفين، وهذا ولائنا ومحبتنا لوطننا. والحمد لله احنا ناس نحترم انفسنا ونحب وطننا ولنا احترامنا وتقديرنا يعني سواء في السعوديه او خارج السعوديه. فبالتالي يعني احنا ننقل وجهه نظرنا في الوسط الرياضي، وهو وسط ومجال رحب لجميع والاراء. واحنا لما تكلمت، وانا بالذات لما تكلمت عن ان الوسط الرياضي عن المتزلفين، انا كنت اقصد يا سمو الامير ان هناك ناس يكذبون ويتحدثون بألسنة غير الواقع اللي قاعدين نشوفه احنا ونتكلم عنه. فبالتالي احنا نرحب بنقد الامير، نرحب بعتبه، واضح تاثير الخساره على الامير، ولكن ايضا نتقبل هذا الكلام ونعرف ان الامير في وقت يعني زعلان وعلى خساره المنتخب، ولكن هذه الخساره علينا كلها واحنا نتقبلها بشكل يعني جدا يعني بصدور مفتوحه وصدر رحب. دائما سمو الامير عودنا دائما بانه الاعلام دائما شريك اساسي في النجاح، وانا بضيفه في الفشل. يعني لابد ان يكون الاعلام له تواجده سواء على مستوى النجاح او على مستوى الفشل بالنسبه للكره السعوديه. في ختام الاستديو متابعين